أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناة نجوم العرب الرياضية. لا يزال المنتخب الوطني الجزائري يواصل تحضيراته في مدينة تورينو الإيطالية، وجميع الأنظار تتجه إلى المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأوروغواي، حيث أجرى اللاعبون صباح اليوم حصة تدريبية على ملعب نادي يوفنتوس العريق وفقا لما نشرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. فقد فضل المدرب بيتكوفيتش تقسيم المجموعة إلى شطرين. الشطر الأول اللاعبون الذين شاركوا في المباراة السابقة أمام منتخب غواتيمالا والتي انتهت ب7 أهداف دون رد، حيث اكتفوا اللاعبين بتدريبات استشفائية خفيفة. أما باقي اللاعبين ممن لم يشاركوا أمام غواتيمالا أو الذين شاركوا بضع دقائق خاضوا تدريبات مكثفة بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والجاهزية التكتيكية، حيث تسود المعسكر أجواء إيجابية بكل المقاييس. فارتفاع الروح المعنوية للاعبين كان واضحا عقب الفوز العريض أمام غواتيمالا. كما أن الجالية الجزائرية في إيطاليا لم تقصر، حيث زارت القنصلية العامة للجزائر في ميلان البعثة وقدمت الدعم المعنوي للاعبين والجهاز الفني. أما المعلومة الأهم فهي المباراة القادمة للمنتخب الجزائري التي ستكون أمام منتخب الأوروغواي، وهو منتخب من العيار الثقيل الذي يضم نجوما عالميين على رأسهم الدبابة فالفيردي نجم ريال مدريد. وإليكم تفاصيل اللقاء. التاريخ اللقاء سوف يكون يوم الثلاثاء 31 من مارس، المكان ملعب أليانز ستاديوم في تورينو معقل نادي يوفنتوس، الساعة على الساعة 7:30 مساء بتوقيت الجزائر. هذا ما توفر لدينا من أخبار المنتخب الوطني الجزائري خلال الساعتين الماضيتين. لا تنسوا أن المباراة القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية الخضر أمام خصم بحجم منتخب الأوروغواي. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد فور ظهوره أول بأول. في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Serrez le ballon. Oui, avant. Merci les gars. Bilal, on sort les ballons.